عز وجل يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم استثنى أناس فقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ويحافظون. سبحان الله، إذا كانت هذه الصلاة تحل مشاكل في السماء، ما تحل مشاكل في قلبي وقلب كل مسلم وكل مقبل على هذه الصلاة. يعني الرجل يقول أنا كنت مريض، أنا كنت الله سبحانه وتعالى ربما يبتلي الإنسان في هذه الدنيا بأمراض، ربما يبتلي الإنسان بهم. تدري ليش؟ عشان ينطرح بين يدي الله. الله عز وجل يقول في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، الهموم، الكروب، الأمراض، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. تخيل معي شيخ علي، ختم الله عز وجل بالآية إيش؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون.